عملنا من الحسد أسد نخوف بيه نفسنا، وكل ما يحصل لنا حاجة نقول دي عين. ما توفقناش في شغلنا نقول ده حسد. الولد ما بيذاكرش ولا بيتعب شوية ولا في مشاكل في الأسرة نقول ده عين. بنخاف نخرج خروجة حلوة أو نلبس لبس كويس أو نعمل أي ترفيه لنفسنا ألا نتحسد. مش كل حاجة الحسد. بقينا نخاف نفرح، نخاف نضحك، نخاف نعيش، كأن الحسد هو الأسد اللي بيطاردنا في كل خطواتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا إن في حسد علمنا إزاي نقي نفسنا من الحسد. يعني مش المفروض نخاف، المفروض إن نحصن نفسنا بيقين إن بفضل الله مش هيصيبنا أي ضرر، لأن العلم أثبت اللي بيخاف من حاجة أيا كان نوع الحاجة بيجذبها له بدون ما يشعر. المشكلة مش في العين، المشكلة في عينك أنت. شايف الحياة إزاي؟ اللي شايف الحياة كلها وحشة وكلها حسد وكلها أفكار سلبية مش هيخرج من الدايرة دي ومش هيشوف كل الخير اللي حواليه. فعشان كده الرضا واليقين هم أكبر واقي من أي حاجة وحشة.